السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل: الإصابة تشكل إكراها حقيقيا للناخب الوطني وليد الركراكي. والآن نترككم مع التفاصيل. بعد أن أنهى جولته الأوروبية، عاد الناخب الوطني وليد الركراكي ليجتمع يوميا بفريق عمله بمركب محمد السادس لكرة القدم للتحضير للمعسكر القادم الذي سيكون في شهر مارس المقبل، وذلك لمواجهة منتخبي النيجر وتنزانيا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. إلا أن الإصابة تشكل إكراها حقيقيا بالنسبة للناخب الوطني، خاصة على مستوى الدفاع، إذ بمجرد أن استبشر خيرا بعودة المدافع شادي رياض الذي كان قد غاب عن الفريق الوطني بسبب الإصابة، عاد ليتعرض مجددا لها، وبالتالي سيكون عليه البحث عن بديل لرياض مع تجديد الثقة في عبد الكبير عبقار وجمال حركاس وأيمن الوافي. شكرا، هذا كنا في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.